تليفون احلام يا بنات. بصوا، ده اللي هو ال13 برو ماكس. ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بقى مشترياتي، حاجات جبتها لبنتي، وكمان في حاجه كان نفسي فيها واخيرا حققت حلمي، بس للاسف الحلو عمره ما بيكمل. بصوا، هو انا جبت حاجه ما عجبتنيش فهعرفها لكم، بس خليني ابدا معاكم الفيديو. ما تنسوش لو انت اول مره تشوفوني تعملوا اشتراك في القناه او سبسكرايب، وتفعلوا اهم حاجه اشعار الجرس، وتختاروا الكل عشان يوصلكم اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. ما تنسوش لايك للفيديو، كومنت حلو، وكمان الحاجه اللي انا هجيبها لكم هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن بوكس. ما تنسوش تتابعوني على كل حساباتي على المواقع التواصل بتاعتي، الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. تمام. عايزاكم برضه يا جماعه تقولوا لي ايه الموضوع اللي نازل جديد، ان التيك توك هيتحظر ولا لا في اول اكتوبر. انا دي لسه يعني شايفاها، فمش عارفه هي صح ولا غلط، فاكتبوا لي انتوا شايفين ايه بالظبط. فيلا بينا بقى اوريكم الحاجه اللي انا جبتها لبنوتي. تمام. جبت لها، انا مش عارفه الصوت بعيد ولا لا، بس انا هقرب لكم الكاميرا. ده كده يا بنات شكل الكرسي بعد ما ركبته. طبعا وانا بركبه وبفتحه معاكم كنت فاكره ان انا بصور، طلعت مش بصور. يعني التليفون كان واقف. ده شكله ده اللي هو اليدوي. ده كان سعره عامل 500، وكان جايلي الشحن 50 جنيه، فالتوتال كله كان عامل 550. في منه 3 الوان، في الكحل اللي هو ده، وفي لون لبني، وفي لون روز. انا اخترت الكحلي عشان يستحمل معايا اكتر مع يعني ابني، وانا هاخده في الشغل وكده، فاستهلاكه هيكون كتير معايا، فحبيت اللون ده اكتر، يعني شايفاه عملي. تمام. هسيب لكم الفيديو في اول كومنت. لكم الحاجات اللي انا جبتها لبنتي من السوق. طبعا ما جبتش اي حاجه صيفي غير الحاجات دي. تمام. انا جبت ده، الطقم ده زي فستان كده. ما حبيتش ان انا اطلع بشكل مثلا عشان اوريهولكم، حبيت كده عشان يبقى اوضح اكتر. تمام. بصوا، ده معاه شورت كده، وده فستان. ده قال لي بكام؟ ده قال لي ب110 تقريبا، او حاجه زي كده، او ب120. فانا طبعا خدته ب90 جنيه، لاني حاسه برضو قماشته مش احسن حاجه بالنسبه للحاجات اللي انا جبتها برضو بعديها. تمام. جبت اللون ده. طبعا انا ما جبتش اي حاجه ما جبتش اي حاجه صيفي غير دول، بس لسه بقى ابتدي ان انا اشتري. كمان جبت الطقم ده، دي زي بيجامه كده. تمام. معاها الشورت بتاعها. ماشي. دي بتقول هنا مثلا لشهرين، بس انا عارفه انها هتقعد معاها اكتر من شهرين لانها صغنونه قوي. تمام. دي ب110، خدتها ب95 جنيه. تمام. من ده وفي حاجتين تاني جبتهم من محل واحد من شارع الفريد اللي في عزبة النخل. الناس اللي هي بقى من عزبة النخل اكيد عارفه. بصوا، كان جبت لها الفستان القمر ده. بصوا كده، ايه رأيكم في الجمال ده؟ حلو قوي، وقماشته احلى بصراحة من اللي هو الاخضر اللي انا وريتلكم اول واحد. وده شورت جاي معاه اهو. تمام. الفستان ده برضو ب110. اوريكم ايه تاني. ده بصوا، احلى فستان فيهم ده عجبني. كنت عايزه اجيب منه كذا لون عشان كان شكله والخامه بتاعته حلوه. هما التلاتة بصراحه خامتهم حلوه قوي اللي جبتهم من مكان واحد ده. بس طبعا قلت لا، انا هدور اكيد في اشكال تانية برضو ايه احسن، ومش عايزه اكتر بحيث ان احنا خلاص الصيف ايه. الست قالت لي ان انا خلاص يعني هجيب مره كمان صيفي، وبعد كده هنزل شتوي. فقلت لا، انا هستنى بقى عشان ايه، مش عايزه اكتر الصيفي، وكده كده هي اخر الصيفه يعني. الصيفيه دي هيكون كل الحجم بتاعها ايه بيبيهات. بعد كده بقى هنكبر بقى ايه الهدوم شويه، يعني يكون مقاسات اكبر. فاهمين قصدي؟ وده برضو ايه الشورت بتاعها. بس الخامه دي يعني الثلاثه دول اللي جبتهم من محل واحد، حلوين جدا، من شارع الفريد. الناس اللي من عزبة النخل اكيد عارفين المحل بتاع ام فادي. انا مش عارفه. بصوا
دي الشنطة بتاعتها بس مش مكتوب عليها اسم المحل، بس هي اسمها مفيد. خدت اي واحد من دول كان ب110، خدته ب95 جنيه. ايه رأيكم؟ حلوين صح؟ وجبت ده بقى من عند واحد في السوق بقى، اللي هو ايه، سوق النوارة اهو. تمام. بصوا بقى، بعد كده خلصت جبت دول ماشي، عشان انا ملبساها شتوي. انا ملبساها اللي هي مش شتوي، ملبساها سربتات الكم. بعد ما خلصت رحت نزلت اجيب العلاج اللي الدكتور كاتب لي عليه، اللي هو ما بعد الولاده بقى، اللي هي الفيتامينات بقى وكده ماشي. طلب مني ان انا اخد كبسوله من دي ماشي بعد الغدا. استنوا كده، بالظبط كده، كبسولة من دي بعد الغدا. فانا بصراحة لسه ما جربتوش، فاللي جربه يقول لي ايه رأيه. دي اللي هي ال2000 تمام، دي اللي هي اوميجا 3 تقريبا اهي، اللي هي الكبسولة بتاعتها شفافة من جوه تمام. وقال لي على ده كنت برضو باخده في الحمل، ده بتاع العظم. خدت كبسولة برضو بعد الفطار. والنوع ده برضو عندي منه علبة، فانا جبت منه شريط. النوع ده عندي منه علبة، فانا جبت ايه، شريط منه. ده برضو بعد الفطار، ده فيتامين د. بس دول اللي انا هستمر عليهم، الفيتامينات اللي انا هستمر عليها. ثواني هشوف العلبة بتاعته وارجع لكم تاني، ثواني. اهو يا بنات تمام، ده اللي هو الفيتامين د اللي هو ده. فانا قلت عندي منه علبة فهجيب منه شريط اتأكد برضو هو ولا مش هو. ده 2000 وده 2000، عشان في تركيز 5000 و10000 وكده. فانا قلت للراجل ايه الصيدلي، قلت له طب هاتلي شريط عشان اتأكد من اللي عندي. كنت هرميهم والله، كويس ان انا ما رميتهمش. برضو الدكتور كان كاتب لي على كريم مرهم احطه على الجرح بعد العملية، على اليوم ال15 تقريبا من العملية بالظبط احطه. بس انا دورت عليه ما لقيتوش، فاكيد هو بقى شكله ايه، كريم حلو يعني جايب نتيجة وكده، فعشان كده مش موجود خالص في الصيدليات. فانا هدور عليه برضو وهوريه لكم، عشان لو انتوا حابين برضو ايه تجيبوه. فدول الفيتامينات اللي انا همشي عليها، اللي هي ما بعد الولادة، تعوض بقى كل الفيتامينات والكالسيوم اللي هي ايه يعني راحت في الحمل. تمام. بنوتي بتعيط، تعالوا بقى بينا كده نروح نشوف البنوتة. ايه يا خلاصي، ايه يا عمري، صغنونة خالص. ايه يا لولي. طب انا هقفل معاكم بقى عشان اشوفها، وبعد كده هنشوف بقى ايه هنعمل ايه باقي اليوم. انا جبت تليفون ايفون اللي انا كان نفسي فيه تمام، جبته من المحل ده اسمه لايف تمام، لايف اكسترا. ده من عزبة النخلة. عايز اقول لكم ان هو مستعمل مش جديد تمام، عشان اكون واضحة معاكم. اهو انا ركبت له جراب، اللي هو اللون اللي نازل جديد يا بنات، اللي هي الدرجة دي، شايفينه. تعالوا اقلب لكم الكاميرا الناحية التانية. وهو جبته بالعلبة بتاعته تمام، اهم حاجة بالعلبة بتاعته. بصوا انا جبت ده الراس الشاحن بتاعته، بصوا مش عارفه واضح كده ولا لا. المهم هوريكم بصوره اوضح. اقلب الكاميرا الناحيه التانية. الراس بس لوحدها، الراس اللي هي دي، الراس دي بس عامله 1500. هنا مكتوب 1155، بس عشان تقريبا جبت الشاحن منه كده تمام. طبعا دي مش بتكون فيها، انا جبت دي من عند الكهربائي، لان هي بتيجي ب3 سنون، عشان طبعا من بره. فبلاد بره ما فيهمش اللي هما الاتنين دول، بيكون فيهم تبقى ال3 سنون اللي زي كده دي، عارفينها. فبتجيبي التحويله من عند الكهربائي وتحطيها هنا كده، بتديكي 2 تمام.
جبت اليو اس بي ده، الكابل ده طبعا عشان انا كنت استخدمتها. دي عامله 925 اللي هي وصلة ايفون، تمام. دي ب 925، متخيلين؟ 925 والراس ب1500. طيب الموبايل بقى عامل كام مستعمل؟ الموبايل عامل 40. ده غير الجراب، معلش عشان المروحة. الجراب ده عامل 450 على ما اعتقد تقريبا، ماشي. والسكرينة تعرفين حاجة ايفون ده دخلت حوالي في 43,000 جنيه. طبعا هنا بيكون في برضو للعدسات دي. بس عايزه اقول لكم على حاجه برضو للبنات اللي معاها الايفون دوت ايفون 13 برو ماكس، تمام. ده ايفون 13 برو ماكس. الكاميرا بتاعته ما عجبتنيش، مش احسن حاجه اللي هي الاماميه. سمعت ان انا لازم بقى اضاءاته، يعني انت لو جيتي تصوري كده بيها لوحدك مش هتحسيها حلوه خالص، لازم بقى اضاءات وبرامج علشان الصوره تطلع كويسه. فده ما عجبنيش، مش عارفه ازاي. هل انا مثلا مش عارفه استخدمه؟ مش عارفه. جبت حاجات كتيره قوي من على اليوتيوب، يعني جبت حاجات كتيره قوي من على اليوتيوب الاعدادات الكاميرا، بس مش عارفه برضو. فالصوره بتاعتها بصراحه مش عجباني. ناس كتير قوي ماسكه الايفون قالوا لي ده هي بتبقى كده، بس احنا بنظبطها على البرامج وكده، تمام. فالمهم تعالوا بقى كده هلف لكم الناحيه التانية واوريكم التفاصيل بتاعته، عشان لو انتوا معاكم التليفون ده تعرفوني يعني الكاميرا هل هي كده انا معايا ولا معاكم انتوا كمان، تمام. عايزه اقول لكم برضو على حاجه تانية. ده انا كنت عايزه اشتريه جديد، عشان الناس اللي هتقولي ده غالي قوي ان انت اشتريتيه مستعمل وانت استنيتي تشتريه جديد بالمره وكده. السيرتين يا جماعه، البرو ماكس، السيرتين برو ماكس. الراجل قال لي التصدير بتاعه بطل ينزل، ففي بقى اللي هو ال 15 وال 16 تقريبا، فما فيش السيرتين ده خلاص، الانتاج بتاعه واقف. فعشان كده انا جبته مستعمل، لان كل اللي استخدم الايفون قبل كده قال لي هاتي السيرتين احسن. انا عماله ابص هنا مش عارفه هي الكاميرا هنا ولا هنا، سامحوني. تعالوا بقى اكلمكم عنه اكتر عشان تعرفوني انتوا عليه، تمام. فيلا بينا. اشتريت الراس دي لوحدها، دي بتاعه ابل او ايفون الاصليه الاوريجينال، تمام. اهي دي اللي هي 20 واط، تشوفوها برضو كويس. دي عامله 1500، بس دي كده الاوريجينال اهي. بصوا بقى ليه انا حطيت دي يا جماعه. هي جايه ب3 سنون، مش سنين زي كده، لا 3، يعني في واحده هنا كمان. فطبعا احنا عندنا هنا البريزه او الفيش بتاعه البيت، عندنا البرايز يعني بتاعه الكهرباء 2، ما عنديش 3. فانا جبت التحويله دي من عند كهربائي، عامله 15 جنيه. خلاص، دي بالنسبه للوصله دي. بصوا بقى، جبت وصلة الشاحن دي بتاعة الايفون تقريبا، مش عارفة عاملة 925. خلاص، وعليها ضمان وكده اهي. بصوا دي بتاعة الشاحن، ودي اللي بشحن بيها التليفون. تليفون احلام يا بنات. بصوا ده اللي هو ال13 برو ماكس، مش عارفه اطلعها لكم ثواني. ده ال13 برو ماكس، جبته اللي هو المساحه 256، تمام. دي الحاجه بتاعته، دي بتاعت السكرينه والبتاع ده. خلاص اهي. اهي ابل، مش عارفه تشوفوها ولا لا. طبعا ده مستعمل بس من الوارد، مش مستهلك. البطارية بتاعته 96، تمام. اهم حاجة البطارية بتاعته 96. دوت اللون اللي هو نازل جديد، مش عارفة اسمه البيبي بلو ولا اسمه مدي على فضي كده،
يعني حاجة كده انتوا اكيد عارفينه. تمام. طبعا هنا الحاجة بتاعت الجراب بتاعته، ثواني اوريها لكم. هنا دي كده بتاعت العدسات زي ما انتوا شايفين كده من الجنب متركبة، وده الجراب بتاعه مش عارفة عامل 400 جنيه تقريبا، في منه وده اهو. بس السكرينة برضو متركبة، بس ده زي ما قلت لكم عامل 40,000 جنيه. يعني انا حسبتها كده كله على بعضه قولوا 43,000. خلاص احسبوها انتوا برضو. بس انا حاسه ان انا اللي معجبنيش فيه هو موضوع الكاميرا، فانا مش عارفه نظام الاعدادات بتاعته. كل اللي اسال حد يقول لي ده هو كده، بس محتاجه ان انت اضاءات ومش عارفه ايه وكده والدنيا بتتظبط. طب هل انا همشي مثلا بره هصور باضاءات؟ يعني هاخد الاضاءه معايا؟ فياريت اللي مجرب الجهاز ده او اللي معاه ايفون عامه يقول لي بالظبط الاعدادات ايه، ويكلمني على الانستجرام برضو عشان يعني ايه وضحولي. تمام. فده 256 بقى، ده اللي انا اعرفه. بطاريه 96. فقولوا لي هو كده غالي ولا انا اتضحك عليا؟ وبس كده، ده كان فيديو النهارده ومشترياتي، يا رب تكون عجبتكم وفدتكم باي حاجه. ان شاء الله الفيديو الجاي هحاول ان انا اصوره من على الايفون. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك، وتابعوني على الانستجرام، وباي باي.